تعالى نحل مع بعض الهومورك بتاع الدرس بتاعنا، درس 2 اللي احنا بنسميه Uniform Variable Motion. من خلال الأسئلة هنقعد ندردش مع بعض. ما القوانين ثابتة ومعروفة. V equal V initial plus ال AT. S equal V naught plus ال V divided by 2 times the time. S equal V naught T plus half AT للباور 2. V squared equal V naught squared plus الاتنين AS. يلا يا باشا خلص الموضوع. بالراحة كده واحدة واحدة نمزمز كده. بيقول لك 180 متر per hour per second equal كام سنتيمتر بير سكند سكويرد؟ يبقى اللي فوق يونت الديسبيسمنت واللي تحت يونت التايم. يبقى ال 180 عشان تحول من متر لسنتيمتر هتعملها لي تايمز 100. طب كلمة اور بير سكند يبقى معنى كده ان الاور دي علشان احولها لك لمينت الاول تعملها لي 60 وبعدين سكند 60 كمان علشان يبقى سكند تايم السكند يدي لك سكند ايه يا جماعه؟ سكويرد. الكلام بتاعك ده بيساوي، اقول لك على حاجه، 180 على 60 يدي لك 3 في 100 على 60. طب عندك صفر يروح مع صفر هيدي لك 30 على 6. 30 على 6 يدي لك كام؟ 5. السلام عليكم. which choice رقم مين؟ رقم البي. تمام؟ تمام. رقم 2 بيقول لي هنا ايه؟ when a particle reaches to its maximum distance. maximum distance يعني لو انا عندي مثلا كوره حدفتها في وش الهواء الماكسيمم ديستانس بتاعتها كام؟ لما تبقى الفاينل فيلوسيتي بتاعتها بزيرو تقف لحظيا وبعدين ترجع تاني. لو انا معايا قلم وحدفته لفوق هيوصل لحاجه اسمها ماكسيمم هايت او ماكسيمم ديستانس، يقف لحظيا ويبتدي ينزل تاني. يبقى معنى كده لما يجي يقول لك هنا when a particle reach to its maximum height يبقى المفروض ان الفاينل فيلوسيتي بتاعتنا بتساوي كام؟ بتساوي زيرو. تمام؟ تمام. هو حد يقول الاكسلريشن بتساوي زيرو؟ لا، الاكسلريشن موجوده. الاكسلريشن موجوده. طب رقم 3 The algebraic measure of acceleration of moving body can be calculated graphically by by ايه؟ انتوا فاكرين الدرس بتاع الريت اوف تشينج؟ الدرس بتاع الريت اوف تشينج بتاع الكالكلس كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول معدل تغير displacement with respect to time يدي لك velocity. معدل تغير velocity بالنسبه لتايم يدي لك acceleration. طب كلمه rate of change of the velocity with respect to time يعني السلوب. كلمة الريت اوف تشينج اوف ذا فيلوسيتي وذ ريسبكت تو تايم يعني السلوب. يبقى لو جبت لي السلوب بتاع الكيرف بتاع الفانكشن اللي مرسومة على الفيلوسيتي تايم جراف يبقى ده ريبريزنتنج الاكسلريشن. يبقى ذا سلوب اوف ذا كيرف اوف ذا فيلوسيتي تايم جراف يدي لك حاجة اسمها ايه يا جماعة؟ يدي لك حاجة اسمها اكسلريشن. طب رقم 4 بيقول لك ايه؟ A particle moves in a straight line with uniform acceleration. A particle moves in a straight line with uniform acceleration of magnitude 8. يبقى أنا دلوقتي عندي acceleration ب 8 سنتيمتر بير سكند سكويرد. In the opposite direction يبقى هعوض عنها بالنيجاتيف. whose magnitude is 4. الانيشيال فيلوسيتي اللي هي اللي هي الفي نوت بتساوي 4 متر بير سكند. خلي بالك عشان في حوارات. انا عندي acceleration in the opposite direction of its initial velocity يبقى نيجاتيف 8 واليونت بتاعتها عباره عن ايه؟ سنتيمتر بير سكند سكويرد. ادي سنتيمتر بير سكند سكويرد.
وبعدين بيقول لي in the opposite direction خلاص بالنيتف of its initial velocity whose magnitude 4 meter per second. يبقى ال v initial بتساوي 4 meter per second. Then the velocity of the particle after half minutes. عايز ال v بتساوي كام؟ لما التايم بيساوي half minute. second يبقى الهاف تايمز ال 60 يعني ايكوال ل 30 seconds. تمام. from starting motion. انا دلوقتي نو نيد ان انا ابص للسؤال اصلا، انا كل الداتا بتاعتنا موجوده قدام عينيا. اكسلريشن موجوده، في انيشال موجوده، والفي عايزها، والتايم موجود ب 30 ثانيه. طب ايه رايكم لو انا جيت قلت لكم ان الفي بتساوي في انيشال وبلس الاي تي؟ الفي عايزها. الفي انيشال ب4. لا يا مستر، ده الشغل عندنا هنا بالسنتيمتر. هو عشان احول من متر لسنتيمتر هعمل تايمز كام؟ 100، يبقى 400. 400 بلس الاكسلريشن بالنيجاتيف يبقى نيجاتيف 8 تايمز التايم ب 30، يبقى الكلام بيساوي ادي 400 ماينس 3 في 8 ب 240، يبقى الكلام ايكوال 160 بس اليونت سنتيمتر بير سكند. بالمناسبه انا ممكن احولها لك واقسمها لك على 100 اللي هي تعتبر 1.6 متر بير سكند. شوف انت رايح فين وانا جاي معاك. 160 سنتيمتر بير سكند او 1.6 متر بير سكند على حسب التشويس اللي موجود. انت عايز مني ايه؟ خلي بالك 1.6 متر بير سكند سكوير، لا دي يونت اكسلريشن. 16 سنتيمتر بير سكند، لا. طب 5 مش عارف مين، طب 0. بص لي على دي يا بنت اللذينه، ثانيه واحده. سنتيمتر بير سكند لو احولها لكيلومتر براور، من سنتيمتر بير سكند لكيلومتر براور انا بحول من صغير لكبير، يبقى مش هعمل تايمز 250 على 9، لا هعمل تايمز 9 على 250. يبقى لو خدت ال 160 تايمز 9 على 250، تعال نشوف الرقم ده بكام سوا. يلا بينا. 160 في 9 ادي 160 في 9 بيساوي divided by 250. الكلام بيساوي كام؟ بالديسيمال كام يا مستر؟ 5.76. 5.76 واليونت ايه؟ كيلومتر براور. يا ابن اللذينه 5.76 كيلومتر براور، يبقى التشويس بتاعنا هيبقى رقم مين؟ سي. في حوارات في اليونت. تعالى في رقم 5 بيقول لك ايه؟ A plane accelerates on a runway at rate of 3 meter per second squared. يبقى انا عندي هنا acceleration بتساوي 3 متر per second squared. We're taking off velocity يعني سرعة الإقلاع بتاعتها، يعني الفاينل velocity بتاعتها على الأرض is of magnitude 96 meter per second. Then the ellipse time يبقى التايم بتاعنا هو عايزه from starting motion from rest، يبقى ال V initial بتاعتك بتساوي 0 to the taking off equal كام؟ يبقى انا محتاج تايم يا شباب. الدنيا كلها تحت رجلك اهي. acceleration V final عايز التايم والفي نوت، يبقى لو قلت لك ان الفي بتساوي في initial بلس الاي تي. الفي ب 96 والتحويلات كلها او اليونتس كلها شبه بعضها، ما عندكش مشكله. في انيشال بزيرو، اكسلريشن ب3، محتاج تايم. ثانك يو. يبقى معنى كده ان التايم بيساوي 96 ديفايدد باي 3. 9 3 3 6 3 2 32 وات ده تايم سكند. ليه؟ لان اليونت بتاعتنا بالايه يا جماعه؟ بالسكند. تمام؟ طيب سؤال رقم 6 بيقول لك ايه؟ بيقول لك a particle is moving in a straight line with initial velocity of 7 meter per second. يبقى انا عندي دلوقتي initial velocity 7
meter per second. And uniform acceleration of magnitude 4 in opposite direction. يبقى الاكسلريشن بنيجاتيف 4 اليونت ايه يا باشا؟ متر بير سكند سكوير. انا بحب اكتب اليونتس عشان لما اجي احط القانون واعوض لازم اليونتس كلها تبقى متشابهه. ماشي. Then the magnitude of the displacement after 6 seconds equal كام؟ عايز لما التايم بتاعنا بيساوي 6 seconds بيساوي الكام؟ ماشي الكلام؟ ماشي. ثانية واحدة بس هقفل الموبايل. تعالوا لي تاني. Then the magnitude of the displacement after 6 seconds يبقى لما الاس بتاعتنا بتساوي كام؟ تمام. في initial موجودة، acceleration موجودة، التايم موجود، والاس بتاعتنا عاوزها. طيب انا بيتهيألي انا هستخدم القانون بتاع ان الاس بتساوي في نوت تي بلس هاف اي تي سكويرد. الانيشيال ب7، التايم ب6، ادي الهاف، اكسلريشن بنيجاتيف 4، والتايم ب6 للباور 2. الموضوع انتهى. 6 تايمز 7 ايكوال ل 42. هاف تايمز نيجاتيف 4 يدينا نيجاتيف 2 تايمز 36. يعني الكلام بتاعنا بيساوي 42 ماينس 72. يعني الكلام بتاعنا بيساوي نيجاتيف 30. نيجاتيف 30 ايه يا جماعه؟ نيجاتيف 30 متر. نيجاتيف 30 متر؟ ايوه ما هي ديسبليسمنت. طيب الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه ان الجسم بتاعنا ابتدى الحركه بتاعته ساي من الحته دي، مشي بديسلريشن، وصل للحته دي، ابتدى تاني الحركه بتاعته في عكس الاتجاه، مشي كده. يبقى معنى كده ان هو وصل لحته قبل الحته اللي ابتدى منها بمسافه 30 متر. لان الديسبليسمنت بالنيجاتيف. هو لو انا واقف في مكاني ومشيت خطوه لقدام ومشيت خطوتين لورا يبقى الديسبليسمنت بنيجاتيف خطوه. طب هو الديسبليسمنت جبتها بنيجاتيف 30، يبقى هو مشي مسافه كذا ورجع نيجاتيف 30. طب هو كان عاوز مني توتال ديستانس ولا ديسبليسمنت؟ لا ديسبليسمنت، يبقى الاجابه بتاعتنا نيجاتيف 30. طيب هو طالب مني كلمه ماجنتيود، مش طالب مني كلمه الديسبليسمنت، يبقى الكلام بتاعنا بيساوي 30 لان كلمه ماجنتيود انا هشيل منها قصه النيجاتيف. عاوز ماجنتيود، عاوز المقدار بس. مقدار واتجاه نيجاتيف 30، لكن اتس ماجنتيود مقدارا بيساوي كام؟ بيساوي 30. رقم 7 سؤال لذيذ قوي. بيقول لك ايه؟ If a particle moves in a straight line from rest. From rest يعني ال V initial بتساوي 0. With uniform variable motion. يعني ايه كلمة uniform variable motion؟ يعني سرعة متغيرة بانتظام. يعني عاوز يقول ان الاكسلريشن constant. عاوز يقول ان الاكسلريشن مالها constant. Then the displacement of the particle is ايه العلامة دي؟ هي ايه العلامة دي؟ عاملة كده الفا؟ لا دي اسمها proportional. فاكرين واحنا صغيرين لما كنا بنقول مثلا ان ال A proportional to B، لما احب اشيل علامة البروبورشنال دي كنا بنقول، او علامة الفاريرز دي كنا بنقول ان ال A بتساوي constant B. والعكس صحيح. يبقى ال S direct proportion لمين؟ او ال S varies as مين؟ هو اصلا ال S بتساوي V نوت T
بلس هاف اي تي سكوارد. يبقى الاس بتساوي الفي انيشال، هو قال لك ستارتنج فروم ريست بزيرو، هيبقى عندي هنا هاف اكسلريشن تي سكوارد. خد بالك مين هو الام ده؟ الام ده كنا بنسميه كونستنت، ثابت. طب ما انا عندي الهاف ثابت والاكسلريشن ثابته، يبقى ده كله يعتبر كونستنت. يبقى معنى كده ان الاس لو حبيت تشيل علامه الايكوال هتشيل الكونستنت وهتقول له ان الاس فاريز لمين؟ للتي سكوارد، لان التي هو اللي متغير والاكسلريشن ثابته، عدد ثابت ما بيتغيرش. تمام؟ يبقى الاس فاريز لمين؟ للتي سكوارد. 8. A particle moves in a straight line with uniform acceleration of 40 cm per second squared. يبقى أنا عندي acceleration بتساوي 40 اليونت سنتيمتر بير سكند سكويرد. سنتيمتر بير سكند سكويرد. إيه كمان؟ and initial velocity 36 كيلومتر بر اور. ال VA نوت بيساوي 36 كيلومتر بر اور، يبقى هعملها تايمز 250 على 9 علشان احولها لك لسنتيمتر بير سكند، وانا بحب احول من الكبير للصغير مش من الصغير للكبير. 36 على 9 ب 4، 4 في 250 ب 1000. 1000 ايه؟ سنتيمتر بير سكند. in the same direction. تمام، يعني معنى كان الايه؟ الاكسلريشن هعوض عنها بالبوزيتيف. then the particle become at a distance 43.2 meters. يعني الاس بتساوي 43.2 meters from starting point. ثانية واحدة، سنتيمتر، يبقى الرقم ده هعمله تايمز 100 علشان احوله لسنتيمتر، يبقى 4 3 20. تمام؟ سنتيمتر. ماشي. وبعدين from the starting point after كام سكند؟ عاوز التايم بكام؟ محتاج التايم بيساوي كام؟ عظيم. acceleration v initial s محتاج تايم. طب ما احنا عندنا يا شباب ان الاس بتساوي v نوت t بلس هاف اي تي سكوارد. الاس بتساوي 4 23. الفي انيشيال بتساوي 1000 تي، وبعدين بلس ادي هاف الاكسلريشن ب 40 تي سكوارد. هاف تايمز 40 يدي لك 20 تي سكوارد زائد 1000 تايم. دخل ده جوه يبقى ماينس 4 3 20. الليله دي كلها بتساوي كام؟ زيرو. واشتغلها بالكالكليتر. طب بقول لك يا مستر، نعم. بص يا مستر، انا بحب اشتغل بايديا. 0 0 0 وكاني قسمت على 10 divided by 2 يدي لك تي سكوارد، divided by 2 يدي لك 50 تي، divided by 2 يدي لك 216. الكلام ده بيساوي كام؟ 0. بسهل الموضوع لنفسي شويه واعمل فاكتورايزيشن، او كان من هنا اعمل فاكتورايزيشن وخلاص. ازاي؟ تعالى لي. انا هدوس على مود. فين المود يا شباب؟ اهو. وبعدين ايكويشن 5 اهي، وبعدين هختار الثلاثه اللي هي الكوادراتيك ايكويشن. 1 ايكوال 50 ايكوال، وبعدين ماينس 216. ادي ماينس 216 ايكوال
ايكوال يطلع لي ان التايم بيساوي 4 ايكوال كمان مره، او التايم بيساوي نيجاتيف 54. طبعا ده هيبقى ريجكتد، يبقى الزمن بتاعنا هيساوي كام يا جماعه؟ 4. ما عنديش زمن بالنيجاتيف، الزمن ما بيرجعش لورا. يبقى التايم بتاعنا بيساوي كام؟ 4 which التشويس رقم مين يا جماعه؟ رقم السي. تعالى لي في رقم 9 بيقول لك ايه؟ بيقول لك a car moves in a straight line when its velocity was 72 km per hour it used brakes. ده شغلة تانية. It moved with constant retardation يعني deceleration يعني سرعة بتقل till its velocity became 54 km per hour after distance 140 متر then the acceleration بتساوي الكام؟ ماشي. والله انا هعتبر دي بدايه حركه 72 كم بر اور. طب بقول لك ايه، معلش بالمره، ال 72 دي انا عندي كيلومتر بر اور وكيلومتر بر اور وعندي مسافه بالمتر. حول من الكبير للصغير يا باشا. اعمل لي 72 تايمز 5 اوفر 18. 72 ديفايد باي 18 ايكوال 4 تايمز 5 ب 20. يبقى الرقم ده ب 20 متر بير سكند. يبقى الجسم بتاعنا ابتدى الحركه بتاعته هعتبرها بكام؟ ب 20 متر بير سكند. ادي الجسم اهو. مشي لغايه ما بقت سرعته بتساوي كام يا جماعه؟ قال لي 54 كيلومتر بر اور. 54 ايه؟ كيلومتر بر اور. يبقى هنا it used the brakes. It moved with the constant retardation till its velocity became كذا. يبقى معنى كده ان السرعة بتاعتنا هنا اللي هي بتساوي اصلا 54. لو عملت 54 times 5 over 18 الكلام ده بيساوي 54 over 18 equal 3 times 5 ب 15. يبقى لغايه ما بقت السرعه بتاعتنا بتساوي 15 واليونت متر بير سكند. الفتره دي مشي مسافه مقدارها قد ايه يا جماعه؟ قال لي 140 متر. ال 140 متر اهم. حلو. لو انا سميت النقطه ديت ايه وسميت النقطه ديت بي وحبيت ادرس الحركه بتاعتنا، تمام؟ انت عايز مني ايه يا باشا؟ قال لي انا عاوز منك اكسلريشن. عايز ايه؟ عايز اكسلريشن. قوي. ايه المتاح؟ في انيشيال، وايه كمان؟ والفي فاينل، وايه كمان؟ والاس. وانت محتاج ايه؟ محتاج اكسلريشن. طب ايه رايك في القانون اللي بيقول لك ان الفي سكوارد ايكوال في نوت سكوارد بلس الاتنين اي اس. الفي سكوارد يعني 15 للباور 2، في انيشيال يعني 20 للباور 2 بلس ادي 2 تايمز الاس ب 140 تايمز الاكسلريشن. الرقم ده هيجي الناحيه الثانيه بالماينس، يبقى الاكسلريشن هيساوي 15 للباور 2 ب 225 ماينس 400 divided by ادي 2 في ال 40 140. الكلام بتاعنا ده بيساوي هنقول نيجاتيف 175 divided by ادي 2 times 140 يعني equal ل 280. احسب يا باشا. هات لي الكالكليتر كده وشوف الرقم بتاعك ده بيساوي كام. اعمل لي 175 over 280. طب ادي فراكشن واكتب لي 175 ادي فراكشن واكتب 175 انزل تحت واكتب 280. الكلام ده بيساوي كام؟ 5 over مش شايف قوي يا ولاد والله. 5 over 3 ولا 5 over 8؟
5 over 8. استنوا كده. 5 over 8. يبقى الكلام بتاعنا بيساوي نيجاتيف 5 over ال 8 والقصه بتاعتك انتهت. نيجاتيف 5 over 8 اجابه سي. تعالى لي السؤال رقم 10 بيقول لك ايه؟ بيقول لي a car moved from rest. ثانيه واحده. يبقى ال V initial واخدين بالكم بعمل ايه؟ from rest 0. الكلام اللي مكتوب بحوله للغه الرياضيه بتاعتنا. قال لي with acceleration of magnitude 4. يبقى انا عندي هنا الاكسلريشن بتساوي 4. لو سمحت اكتب لي اليونت متر بير سكند سكويرد. متر بير سكند سكويرد. Then the distance that the car covered. Then the distance that the car covered till its speed became 24 meter per second. لغاية ما بقت السرعة النهائية 24 متر بير سكند. عايز مني ايه يا باشا؟ قال لي عاوز ديستانس. المتاح ان انا عندي في انيشال وعندي اكسلريشن وعندي في فاينل. القانون ده هو اللي هيحل لك القصه بتاعتك. في سكوارد ايكوال للفي نوت سكوارد وبلس الاثنين اي اس. الفي سكوارد يعني 24 اول الباور 2 ما عندناش تحويلات. الفي انيشال بزيرو وبعدين 2 الاكسلريشن ب4 تايمز الاس. يبقى الاس بتساوي 24 اول للباور 2 ديفايدد باي 2 تايمز 4. يعني الكلام ده بيساوي، هات لي الكالكليتر واحسب معايا 24 للباور 2. الكلام ده بيساوي divided by 2 في 4 ب 8. الكلام ده بيساوي 72. واليونت بتاعتنا متر. يبقى الإجابة 72 مترز which choice رقم مين يا جماعة؟ رقم ال A. تمام. 11. A train moves in a straight line with speed 45 km per hour. أهي. A train moves in a straight line with speed 45 km per hour. When it came near the station, it used brakes to move with retardation of magnitude 1.25 meter per second squared till it stopped in the station. جماعة الموضوع اتس نوت بيج ديل يعني. قطر ماشي بسرعة معينة 45 كيلومتر بر اور. لما بقى قريب من المحطة ضرب فرامل باستخدام ريتارديشن يعني ديسلريشن يعني الاكسلريشن بالنيجاتيف عشان يقلل سرعته مقدارها 1.25 متر بير سكند سكوير لغاية ما وقف في المحطة. Then the distance covered by the train from the moment of using brakes till it stopped. باشا تعالى انا هرسم لك الحركة. يعني ايه يا مستر؟ يعني البتاع عامله كده اهو. ماشي الكلام؟ ماشي الكلام. ايه اللي حصل وايه الحدوته بتاعتنا؟ ان بيقول ان الترين ده اوريدي ماشي بسرعه 45 كيلومتر بر اور وعندي هنا متر بير سكند سكوير وهو عاوز مني اليونت بتاعتها في النهايه بالمتر. يبقى لازم احول من الكبير للصغير. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى لو خدت ال 45 دي عملتها تايمز 5 اوفر 18 عشان احولها لمتر بير سكند. 45 في 5 اوفر 18. احسب يا باشا عشان ما تعكش في النهايه. 45 تايمز 5 اوفر 18 ادي 5 ديفايدد باي 18 بيساوي 25 على الاثنين. يبقى الانيشيال هنا ب 25 على الاثنين متر بير سكند. تمام. He used the brakes to move with retardation كذا 1.25 متر بير سكند سكويرد.
انا عندي هنا الاكسلريشن بنيجاتيف 1.25 متر بير سكند سكوير. لاحظوا ان انا بكتب الارقام خلاص من غير يونتس، لان انا خلاص انا كده ايه بخليها كلها متشابهه. till it stopped in the station، لغايه ما وقف فين يا جماعه؟ وقف في المحطه. طب يعني معنى كده ان هي دي المحطه، تمام؟ السرعه هنا اصبحت كام يا جماعه؟ اصبحت بتساوي زيرو. عندك في انيشال، عندك اكسلريشن، عندك في فاينل، انت عايز مني ايه؟ then the distance covered by the train from the moment of using brakes till it stopped بيساوي كام؟ عايز المسافه. باشا انت عندك انيشال وعندك فاينل وعندك اكسلريشن ومحتاج الاس. ما انا برضو عندي الفي سكوارد ايكوال في نوت سكوارد بلس الاثنين اي اس. هنا زيرو. الفي انيشال ب 25 على الاثنين all to the power of 2. الاكسلريشن بالنيجاتيف يبقى 2 times 1.25 يدي لك نيجاتيف 2.5 الاس. هات ده الناحيه الثانيه بعكس اشارته، يبقى 2.5 الاس بيساوي، احسب لي الحسبه دي، 625 divided by 4. الرقم ده بالتايمز هيروح بالديفايدد، يبقى الاس بيساوي 625 divided by الرقم ده هعمل 4 times 2.5 اللي هو بيساوي 10. يبقى الكلام عباره عن 62.5 مترز. يبقى الاجابه بتاعتنا 62.5 متر من ساعه ما ضرب فرامل. 62.5 ايوه. which choice؟ رقم بي يا باشا. ادخل بينا على سؤال رقم 12. A racing car moves on the track with speed 44 meter per second. عربية سبق ماشية في تراك بسرعة 44 متر per second. In a certain moment، في وقت معين. Then its speed decreases، بتقل with constant rate till becomes 22 meter per second in الله الكلام بس اللي يفهم. يعني سرعة كانت كذا وبقت كذا في زمن مقداره كذا. بتقول يا مستر؟ سرعة كانت كذا وبقت كذا في زمن مقداره كذا. بتقول ايه تاني؟ سرعة كانت كذا وبقت كذا في زمن مقداره كذا. ده اللي هو قاله على فكرة في السؤال. Then the distance that the car covered within this minute أو this time equal لكام؟ باشا هو الريسنج كار ديت مبدئيا كده بالراحة متر سكند متر سكند سكند، الدنيا ماشية وهو عاوز بالمتر، يبقى اليونتس بتاعتنا متظبطة. بص يا باشا، احنا عندنا في انيشال بتساوي 44، في فاينل بتساوي 22، التايم ده بيساوي كام؟ قال لك 11 ثانية. عايز ايه؟ قال لي then the distance that the car covered within this minute. عايز الديستانس؟ حاضر. الاس بتساوي V2 minus V1 يبقى 22 minus 44. ايه ده؟ سوري. الاس بتساوي V نوت بلس الفي divide by 2 times التايم. initial ب 44، final ب 22 divided by 2 times التايم ب 11. وثانك يو. الموضوع بتاعك ده بيساوي هنقول مثلا هنا 44 و22 يبقى 66. 66 على الاثنين يدي لك 33 في 11. طب 33 في 11 بكام؟ اهي 33 في 11 يدي لك 363 متر. 363. اليونت ايه يا عم والنبي؟ متر. بقول لك ايه، لو كان طلب مني اكسلريشن، عشان كده انا اتلخبطت هنا، لو كان طلب مني اكسلريشن مثلا يعني هيساوي كام؟
مش السرعة اتغيرت من إلى وعندك زمن التغيير هذه السرعة، يبقى هتقول لي V2 minus ال V1 يعني عبارة عن 22 minus 44 divided by زمن تغيير هذه السرعة اللي هو بيساوي كام يا جماعة؟ 11. 22 ناقص 44 يدي لك نيجاتيف 22 على ال 11 يعني نيجاتيف 2. يعني كام يا جماعة؟ نيجاتيف 2. ده لو كان طلب منك أصلا الأكسلريشن. طيب يبقى الإجابة بتاعتنا هتبقى 363 متر والموضوع منتهي. تعالى رقم 13 بيقول لك إيه؟ The average velocity of a particle moving with initial velocity v naught and a uniform acceleration a within 7th, 8th, 9th seconds from the beginning of motion equal. عايز ال average velocity of the particle moving with initial velocity v naught uniform acceleration في خلال الثانية 7 و8 و9. عناية الاتنين. عايز ال average velocity؟ ماشي. الثانية الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، الستة، السبعة، هو لغاية الكام؟ لغاية التسعة. 1 2 3 4 5 6 7 الثامنة التاسعة. عايز ال average velocity during 7th 8th and 9th. ال average velocity تتوسط الزمن، يبقى ال average velocity بتاعتنا امتى؟ في النص هنا 7 8 9 يبقى دي الافريج. يبقى دي الافريج فيلوسيتي دي بعد قد ايه من بدايه الحركه؟ 1 2 3 4 5 6 7 ونص. يبقى الافريج فيلوسيتي اللي هو عايزها عباره عن في نوت بلس اي تي، يبقى 7 ونص تايم اللي هو قانون في بتساوي في نوت بلس الاي تي. طب الفي نوت هو نفسه في نوت بلس اي تي. طب المفروض ان احنا عندنا التايم بتاعنا بيساوي كام يا جماعه؟ بيساوي 7 ونص تايمز مين؟ تايمز الاكسلريشن. يبقى الاجابه بتاعتنا عباره عن الفي نوت وبلس 7.5 اكسلريشن. ده يعتبر الافريج فيلوسيتي، لان الافريج فيلوسيتي تتوسط الزمن، والزمن خلال السبعه والثامنه والتاسعه يتوسطوا يعني هنا، يعني قد ايه من بدايه الحركه؟ 7.5. يبقى في نوت بلس 7.5 اي، في نوت بلس 7.5 اي، في نوت بلس 7.5 اي اللي هي اجابه رقم الاي. سؤال رقم 14 بيقول لي A body starts its motion in a constant direction with the initial velocity 15. ماشي. initial velocity 15 يبقى ال V initial بتساوي 15 and uniform acceleration of magnitude 4 cm per second squared in the same direction of its initial velocity. يبقى الاكسلريشن ب4 بنفس اليونت سنتيمتر بير سكند سكويرد. Then the covered distance during the 6th second only. كلمة 6th second دي الثانية الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. أنا عايز distance covered during the 6th second. جماعة زي ما احنا اتفقنا مع بعض كلمة 6th ده اسم مش عدد، اسمها الثانية الستة مش 6 ثواني. تمام؟ فلما يجي يقول لك أنا عاوز منك كلمة distance covered during 6th second only بيساوي، هقول لك عبارة عن S6 minus S5. يعني ايه؟ هو يعني ايه كلمة S6؟ معناها distance covered during the first 6 seconds. يعني ايه كلمة S5؟ يعني distance covered during the first 5 seconds. يبقى انا هجيب المسافة خلال اول 6 ثواني
وهشيل منهم المسافة خلال أول 5 ثواني، يبقى أنا هجيب لك المسافة خلال الثانية السادسة وبس. طب الاس 6 دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن براكت، عبارة عن حاجة تايمز حاجة بلس هاف حاجة تايمز حاجة سكويرد ماينس. يعني ايه اس 5؟ يعني براكت وحاجة تايمز حاجة بلس هاف وحاجة تايمز حاجة سكويرد. يعني ايه يا مستر؟ ما انا هستخدم القانون يا باشا اللي بيقول لك ان الاس بتساوي في نوت تي بلس هاف اي تي سكويرد. الفي انيشيال ب 15، التايم هعوض هنا ب6، هاف اكسلريشن ب4، التايم ب6، في نوت هي ب15، تي هعوض 5 بلس هاف اي تي سكويرد، الاي ب4 والتايم ب5. احسب ده اشوفه بكام، احسب ده اشوفه بكام، واعملهم الاثنين ايه؟ ماينس. طيب سؤال رقم 15، تعال نشوف بيقول لنا ايه. A car driver used the brakes to stop during 15 seconds at which he covered distance 30. Then the car speed at starting of using brake equal what؟ هو بيقول ايه؟ في سواق عربية ماشي استخدم الفرامل علشان يقف. كلمة ان هو يقف معناه ان الفاينل فيلوسيتي بتاعته هتساوي 0. قول لي ماشي ماشي. وبعدين علشان يقف استغرق وقت مقداره قد ايه؟ 15 سنة من بداية حركته. يبقى انا عندي التايم ده بيساوي 15 ثانية، والمسافة اللي مشيها علشان يتوقف بيساوي كام؟ 30 متر. عايز ايه بقى انت حضرتك؟ قال لي هنا then the car speed at the starting of using the brake، يعني معناها السرعة كانت كام أول ما استخدم الفرامل، يبقى معنى كده إن أنا محتاج السرعة هنا بتساوي كام؟ final velocity initial velocity والتي والاس. عظيمة يا مصر. يبقى كل اللي أنا هعمله كالآتي، إن أنا هقول إن الاس بتساوي في initial بلس الفي divided by 2 times التايم. الاس ب30، الفي انيشال انا عايزها، الفي فاينل ب0 divided by 2 والتايم بتاعنا ب15. طب العدد اللي بالتايمز ده هيجي الناحيه الثانيه بالديفايدد، يبقى 30 على 15 ب2، يبقى في نوت على الاثنين بيساوي 30 على 15 ب2، الاثنين بالديفايدد هتروح بالتايمز، يبقى الفي انيشال بتساوي كام يا باشا؟ بتساوي 4. which choice رقم سي، واليونت بتاعتنا بنفس اليونت. خد نفسك شويه ماشي، وتعالوا نكمل بقيه الحل بتاع الهوم ورك. تعالى بقى في رقم 16 ونشوف بيقول لنا ايه. بيقول لي a particle started its motion in a constant direction with velocity 20 cm per second. يبقى انا عندي V initial equal 20 سنتيمتر per second. تمام. قال لي and uniform acceleration of magnitude 2 سنتيمتر per second in the opposite direction of its initial velocity. يبقى معنى كده ان الاكسلريشن بتساوي نيجاتيف 2 وادي سنتيمتر بير سكند سكويرد، لان قال لي in opposite direction. Then the time elapsed from starting motion till its velocity become ثانية واحدة. يبقى هو محتاج مني التايم بيساوي كام؟ من بداية الحركة لغاية till its velocity became أو becomes 3.6 km per hour، لغاية ما الفيلوسيتي بتساوي 3.6 كيلومتر per hour. لحظة واحدة. in the opposite direction of starting motion's direction. يبقى معنى كده ان ده هو كمان هيبقى بالنيجاتيف، ودي اللعبة اللي في المسألة.
وعاوز التايم بالمينت. ماشي. مبدئيا كده سنتيمتر بير سكند، سنتيمتر بير سكند سكويرد، كيلومتر بير اور، يبقى الرقم ده لازم اعمله تايمز 5 اوفر 80 علشان احوله لمتر بير سكند. طيب ادي كالكليتر، وبعدين لما اجي اقول لك 3.6 تايمز 5 بيساوي divided by 18 equal 1. يبقى احنا عندنا دلوقتي equal 1 متر بير سكند. تمام. يلا بينا نبتدي نشتغل. عندك في انيشيال وعندك اكسلريشن وعندك فيلوسيتي ومحتاج تايم. طب ما انت هتقول لي ان الفي، على فكره السؤال ما فيهوش مشاكل غير اللعب بالالفاظ والايه والدايركشنز. الفي بتساوي في انيشيال بلس ال 80. الفي بتساوي كام فاينل؟ 1؟ لا، نيجاتيف 1. الفي انيشيال بتساوي 20. لحظه، انا غلطت في حاجه يا ولاد. دي كيلومتر بير اور انا حولتها لمتر بير سكند، والكلام عباره عن كام؟ سنتيمتر بير سكند. يبقى المفروض بدل ما كنت اعمل تايمز 5 اوفر 18، لا ده انا هعمل تايمز 250 اوفر 9 علشان احولها لسنتيمتر بير سكند. كويس ان احنا خدنا بالنا. سنتيمتر بير سكند. تمام. ادي سنتيمتر بير سكند. يبقى المفروض الرقم بتاعنا ده اللي هو 3.6 تايمز 250 بيساوي divided by 9 يساوي كام؟ 100. يبقى معنى كده ان انا هقول لك ان الفيلوسيتي بتساوي نيجاتيف 100. الفي انيشيال ب 20. الاكسلريشن نيجاتيف 2، وادي التايم. شكرا. الرقم ده لو جه الناحيه الثانيه هيجي بالبوزيتيف، بقى 2 تي. ده على وضعه ادي 20 نيجاتيف 100 هتبقى بوزيتيف 100. يبقى الكلام بتاعنا بيساوي، عندي هنا 20 زائد 100 يديلنا 120. ده اللي هو 2 تايم. يبقى التايم بتاعنا ب 120 ديفايدد باي 2 يديلنا 60. بس 60 ايه يا جماعه؟ 60 سكندز. طب هو عاوز التايم بالمينت، يبقى هاخد الرقم ده هقسمه على 60 يديلنا 1 مينت. يبقى الاجابه بتاعتنا ايكوالز ال1 which choice رقم كام؟ رقم السي. برنس، انت كده فاهم انت بتكتب ايه، عمرك ما هتلخبط. القوانين هي القصه كلها والحدوته كلها ان انت الكلام اللي موجود تترجمه صح. تعال 17 بيقول لك a body moves in a straight line with uniform acceleration. ماشي. It covered 52 meters in the first 4 seconds. لحظة واحدة. أول 4 ثواني. طيب أدي الثانية الأولى، أدي الثانية، أدي الثالثة، أدي الرابعة. خلال ال4 ثواني دول مشي قد ايه يا جماعه؟ 52 مترز. 52 مترز. وبعدين then it covered a distance 92 meters in the next 4 seconds. كلمة next 4 seconds يبقى ادي 1 2 3 4. ال4 سكندز اللي بعدهم مشي قد ايه؟ قال لي مشي 92. يبقى مشي 92 مترز خلال ال4 ثواني اللي بعد كده. Then the acceleration of motion equal كام؟ متر بير سكند سكويرد. عظيم. جماعة أنا عندي دي تعتبر الثانية الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. الثانية دي الخامسة، الستة، السبعة، الثامنة. تمام؟ تمام. خد بالك معايا، هو دي مسافة خلال زمن.
مسافة خلال زمن. طب هو الجسم ماشي بيونيفورم فيلوسيتي؟ لا، ده ماشي بيونيفورم اكسلريشن، يعني السرعة بتزداد. يبقى المسافة خلال الثانية الأولى غير الثانية غير الثالثة غير الرابعة. فلما أجي أقسم مسافة على زمن والجسم ماشي بأكسلريشن، أنت ما بتجيبش فيلوسيتي، أمال بتجيب إيه؟ بتجيب افريج فيلوسيتي. والافريج فيلوسيتي تتوسط زمنها. يعني لما تحب تقسم المسافة على الزمن في المرحلة الأولى هتقول لي 52 صحيح، ديفايدد باي الأربع ثواني صحيح، بس الكلام ده ما بيديلكش فيلوسيتي، لا ده بيديلك افريج فيلوسيتي وسميها في واحد. والافريج فيلوسيتي تتوسط زمنها، يعني الزمن بتاعنا او السرعة دي بعد ثانيتين من بداية الحركة. 4 ثواني يبقى في نصهم بعد ثانيتين. ما هو نفس القصة في الأربع ثواني التانيين. عندك مسافة وعندك زمن، يبقى أنت هتجيب برضو افريج فيلوسيتي وسميها V2. والافريج فيلوسيتي تتوسط زمنها هي. طب دول 4 ثواني، يبقى السرعة اللي أنت بتجيبها فين؟ بتجيبها في نص الزمن. المسافة 92 برضو divided by 4. طيب 52 divided by 4 يدي لك 13. 92 divided by 4 يدي لك 46 23. يبقى احنا عندنا V1 و V2. عندي تغير في سرعة، ايوه. الاكسلريشن المعنى العام بتاعها التغير في السرعة على زمن تغيير هذه السرعة. يبقى هتعمل لي 23 السرعة الجديدة ماينس 13 السرعة القديمة على زمن التغيير نفسه. 1 2 3 4 على الأربعة. أما إيه مستر 3 4 5 6 دول؟ لا دي مسميات مش عدد. أنا بقسم على عدد الثواني اللي اتغيرت فيه السرعة. يبقى الكلام بتاعنا ده بيساوي 23 ماينس 13 يدينا 10. 10 على الأربعة يعني بيساوي 2 ونص. اليونت متر سكند، يبقى متر بير سكند سكويرد. 2.5 متر بير سكند سكويرد which choice رقم الدي. تمام. تعالى لي في رقم 18 وتعالوا برضو نشوف بيقول لنا ايه يا جماعه. بيقول لي a bullet is fired out with a velocity 50 meter per second. في رصاصه اتضربت من المسدس بانيشيال فيلوسيتي بتساوي كام؟ قال لي 50 متر بير سكند. 50 متر بير سكند. تمام. on a fixed target. ماشي. it comes at rest after it embedded. كلمة embedded يعني غرزت. يعني مثلا كأن في رصاصة طك ضربتها في بلوك من الخشب، فقعدت تستقر جوه البلوك ده، استقرت جوه، غرزت جواه. embedded at distance 25 centimeter. Then the velocity with which the bullet comes out of the same target, if its thickness is 16 centimeter, considering that the acceleration didn't change in the two cases, equal لكام؟ هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان احنا عندنا رصاصة، تمام؟ الانيشيال فيلوسيتي بتاعتها بتساوي كام؟ قال لك بتساوي او اتضربت بكام المسدس؟ ب 50 متر بير سكند. دخلت جوه تارجت. تمام؟ تمام. A bullet fired out with a velocity 15 meter per second on a fixed target. It comes at rest after it embedded at distance 25 سنتيمتر. غرزت جواه واستقرت جواه بعد ما مشيت مسافة مقدارها 25 سنتيمتر. استقرت، يبقى السرعة هنا بتساوي كام يا جماعة؟ بتساوي 0. عندك في انيشيال وعندك في فاينل وعندك الاس. ما انت ممكن تعرف تجيب الاكسلريشن ازاي؟ هتقول لي ان الفي سكوارد
بيساوي في نوت سكوارد بلس 2 اي اس. الفي بزيرو، النوت ب50 للباور 2 بلس ادي 2 اكسلريشن تايمز الاس. انا عندي متر بير سكند والاس 25 سنتيمتر، يبقى هتعمل لي 25 اوفر 100. تمام؟ تمام. الرقم ده هيجي الناحيه الثانيه بالنيجاتيف. عندي 2 في 25 ب 50 على 100. اكسلريشن بتساوي الرقم ده هيجي بالناحيه الثانيه هيبقى بالنيجاتيف. 50 الباور 2 يعني 25 صفرين. طب الرقم ده 0 مع 0 يعني نص، هيروح بالمالتيبليكيتيف انفرس، يبقى الاكسلريشن بنيجاتيف 2500 لا 5000. 5000 ايه؟ متر بير سكند سكوارد. متر بير سكند سكوارد. دي مقدار قيمة الاكسلريشن. ده مقدار قيمة الاكسلريشن. تمام؟ تمام. طيب امبيدد لغاية هنا. تمام. قال لي then the velocity with which the bullet comes out of the same target if its thickness is 16 سنتيمتر. يعني دلوقتي انا عندي تارجت كان كبير شويه، فالرصاصه لما اتضربت فيه استقرت جواه. طب لو نفس البلوك ده بنفس الماتيريال يعني، بس العرض بتاع البلوك ده قل بقى 16، فاكيد الرصاصه مالها هتخرج منه. with the same bullet comes out of the same target if its thickness العرض بتاعها is 16 سنتيمتر. considering يبقى انا عايز الفيلوسيتي اللي ممكن تطلع بيه الرصاصه لو كان العرض مش 25 لا كان 16. هي هتستقر لو كان البلوك ده ماله يا جماعه من 15 وزايد، هتستقر جواه. يعني السكنس ده 25 سنتيمتر، الرصاصه مش هتقدر تقاوم اكتر من كده. طب لو كانت 16 هتطلع بره. يعني نفس الرصاصه اهي، بس السكنس بتاعه البلوك كانت القسايه دي بتساوي 16 سنتيمتر. هل هي هتستقر؟ لا هتطلع بره. يبقى الرصاصه دي تطلع بره بسرعه كام؟ الاكسلريشن هي لان نفس الماتيريال. تمام؟ تمام. اذا انا عندي في انيشيال بتساوي نفس الفي انيشيال اللي هي 50 متر بير سكند، وعندي الاس بتساوي 16 على 100 عشان احولها لمتر، وعندي الاكسلريشن بتساوي نيجاتيف 5000 متر بير سكند. تمام؟ تمام. محتاج السرعه النهائيه. توكل على الله. السرعه هتخرج بره البلوك ده لو كان عرضه 16 كام؟ يبقى هقول لك الفي سكوارد في نوت سكوارد يعني 50 للباور 2 بلس ادي 2 اكسلريشن بالنيجاتيف 5000 وبعدين اس، الاس اللي هي 16 على ال100. اقفل. الكلام بيساوي 50 للباور 2 يعني 25 صفرين. ماشي؟ ماشي. طب بقول لك ايه؟ علشان بس ايه تبقى انت واد فرود قوي، عندك البراكت ده تايمز البراكت ده، ما انت عندك صفرين ممكن يروحوا مع صفرين. قول لي ماشي. ماشي يا مستر. طب هيبقى عندك هنا في بلس وهنا في ماينس، فالكلام بالماينس. ماشي يا مستر. 2 في 50 ب 100. 2 في 50 ب 100. 100 يعني صفرين مع 16 يبقى 1600. يبقى الكلام بتاعك بيساوي 2500 ماينس 1600. 4 5 9 يدي لك 900. ده اللي هو الفي سكوارد. يبقى الفي بتساوي سكوير روت اوف 900 يعني يدي لك 30. واليونت بتاعتك يا باشا متر بير سكند. لو البلوك عريض الرصاصه هتستقر، لو البلوك اقل الرصاصه ممكن تطلع منه. تمام؟ فهو كان بيقول لو كانت 25 هتستقر،
طب لو كانت 16 فالرصاصه هتخرج بسرعه، بس اكيد سرعه مختلفه عن السرعه اللي اتضربت بيها وهي داخله جوه البلوك ده. يبقى الاجابه بتاعتنا هتبقى رقم 30، which choice رقم مين يا جماعه؟ رقم الايه. سؤال جميل قوي. تعالى في رقم 19 وبيقول لك ايه؟ If a particle moves with initial speed v naught, final speed v, such that ان ال v over v naught plus v naught over ال v بيساوي الاتنين. then ايه؟ قال لك الاكسلريشن اكبر من الزيرو، ولا الايه اقل من الزيرو، ولا الاكسلريشن بتساوي الزيرو، ولا الاكسلريشن ما بين الواحد وليس ذان اور ايكوال تو. ايه اللي انت كاتبه ده يا عم؟ ده شغل الجبرا. في اوفر في نوت. طب اكتب في اوفر في نوت بلس في نوت اوفر الفي. هو بيقول لك الكلام ده بيساوي الاثنين. ماشي الكلام؟ ماشي الكلام. انا هقول ان الاكسلريشن بتساوي زيرو. انا هقول كده. ليه؟ لان اي حاجه ديفايد باي نفسها لو كانت بتساوي واحد يبقى واحد زائد واحد يساوي اتنين. وما دام السرعه النهائيه بتساوي السرعه الابتدائيه يبقى مفيش اكسلريشن. يبقى قيمه الاكسلريشن بكام؟ بزيرو. ده منتال. مستر فهمني. حاضر. اعمل لي لا رول. دول تايمز بعض في انيشال في. دول عباره عن في سكوارد. دول مع بعض عباره عن في نوت سكوارد. الكلام ده بيساوي كام؟ 2 اللي هي اوفر 1. قول لي ماشي؟ ماشي. هو اساسا الفي سكوارد زائد في نوت سكوارد بيساوي 2 في نوت في. قول لي ماشي؟ ماشي. الفي سكوارد ماينس 2 في نوت سكوارد بلس في نوت سكوارد بيساوي الزيرو. ده كده ان شاء الله باذن الله بنسميه بيرفكت سكوير تراينوميال. يعني حتى لو انت مش واخد بالك، لو عملته فاكتورايزيشن، لو كتبت لي هنا في وهنا في، لو كتبت لي هنا في نوت وهنا في نوت، تمام، بلس يبقوا زي بعض، ماينس يبقى الاثنين بالماينس. يبقى انت عندك الفي ماينس الفي نوت بتساوي الزيرو، يبقى الفي بتساوي الفي نوت. ما دام السرعه النهائيه بتساوي السرعه الابتدائيه يبقى السرعه ما اتغيرتش، يبقى الاكسلريشن كونستانت، مفيش اكسلريشن. يبقى معنى كده الاكسلريشن بتاعتنا بتساوي كام يا جماعه؟ بتساوي الزيرو. تمام؟ تمام. 20 A body moves with initial velocity v naught centimeter squared and uniform acceleration a centimeter per second squared and the final velocity v and v minus v initial بتساوي 10 وسكوير روت اوف الاي اس بتساوي 20. يبقى الفي اوفر في نوت بتساوي كام؟ والله العظيم ثلاثه اللي جاي بقى ده، يعني سؤال زي ده شغل الجبرا وشغل ايه؟ علاقات الجبريكلي. في ماينس في نوت ب 10. حاضر حاضر يا عم حاضر. في ماينس في نوت بتساوي 10. مش ده اللي قاله؟ واليونت ايه؟ سنتيمتر بير سكند. سنتيمتر بير سكند، يبقى ما عندناش تغييرات في اليونت. وسكوير روت اوف الاي اس، سكوير روت اوف اي اس بتساوي كام يا باشا؟ قال لك بتساوي 20. بتساوي ال 20. عايز مني ايه؟ قال لي في اوفر في نوت. في اوفر في نوت بتساوي الكام؟ في ماينس في نوت ايكوال ل 10. قال لي ماشي. وسكوير روت اوف الاي اس ايكوال ل 20. قال لي عايز الفي اوفر الفي نوت بتساوي كام؟ ماشي. بقول لك ايه؟ واحنا مش عندنا شويه قوانين جميله كده؟ وانا مش عندي الفي سكويرد ايكوال في نوت سكويرد بلس الاثنين اي اس؟ قول لي ايوه. ايوه ماشي. يعني الفي سكويرد ماينس في نوت سكويرد بيساوي
2 اي اس. واللي ماشي مستر انا عندي سكوير روت اوف الاي اس ب 20، يبقى الاي اس بكام؟ 400. يبقى الفي سكويرد ماينس في نوت سكويرد ايكوال 2 تايمز الاي اس اللي هو 20 في 20 ب 400. يبقى الكلام بتاعنا بيساوي كام؟ 2 في 400 ب 800. طب ما الفي سكويرد ماينس في نوت سكويرد عباره عن ديفرنس اوف تو سكويرز. ادي في وفي وفي انيشيال وفي انيشيال، وعندك نيجاتيف وعندك بوزيتيف. اصلا في ماينس في نوت ب 10، ده ب 10 هيروح الناحيه الثانيه بالديفايدد، يبقى الفي بلس الفي انيشيال 800 على ال 10 ب 80. بشوات انت عندك في ماينس في نوت بتساوي 10، وعندك في زائد الفي نوت ب 80. لو عملت ادنج ده راح، يبقى 2 في بتساوي 90، يبقى الفيهايه ب 45. طب الفي ب 45، الفي بكام؟ ب 45. طب 45 لو جت الناحيه الثانيه هتيجي بالماينس، يبقى الفي انيشيال تعوض في اي واحده فيهم، يا هنا يا هنا. طب الفي انيشيال هتساوي 80 ماينس ال 45 يدي لك 35. يبقى ده عباره عن ايه؟ الفي ب 45 والفي انيشيال ب 35. اقسمهم، اقسم هنا على 5 وهنا على 5 عشان تحطها في السمبلست فورم. divided by 5 equal 9. divide by 5 equal 7. حلاوتها، يبقى 9 على 7. جبتها من فين؟ جبتها من العلاقه دي. 9 over 7. which choice؟ رقم سي. عسليه. رقم 21 بيقول لك a cyclist moved with uniform acceleration 1 over 4 meter per second squared in a straight road. طيب يبقى cyclist move with uniform acceleration ربع متر بير سكند. يبقى انا عندي دلوقتي الاكسلريشن بتساوي 1 over 4 متر بير سكند سكويرد. ماشي. in a straight road of length 100. الرود ده طوله 100 متر. ماشي. if its speed at the end of the road is greater than. السرعة في نهاية الطريق end of the road is greater than its speed at the start of the road by 2 meter per second. يعني لو هنا في كلمة v initial بتساوي مثلا x، يبقى ال v final بتساوي x plus 2. تاني. If its speed at the end of the road is greater than its speed at the start of the road by 2. يعني لو ده ب5 يبقى ده 5 زائد 2، لو ب10 يبقى 10 زائد 2، لو بx يبقى x plus 2. Then its speed at the end of the road equal لكام؟ عايز السرعة هنا المفروض ان هي بتساوي كام؟ سهلة. هات لي الاكس هتعرف تجيب الفيلوسيتي. بقول لك يا باشا، عندك في وعندك في انيشال وعندك اس وعندك اكسلريشن، هتشتغل بايه يا باشا؟ تيجي نشتغل بالفي سكوارد عشان عندنا الاس. ماشي. يعني انا لو جيت قلت لك ان الفي سكوارد ايكوال في نوت سكوارد بلس الاثنين اي اس، الفي عباره عن اكس بلس 2 اول للباور 2، الفي نوت باكس للباور 2، وبعدين عندك 2 الاكسلريشن بربع والمسافه ب 100.
باشمهندسين مين مجهول؟ اكس. وانس ما هتجيب الاكس هتعرف تجيب الفيلوسيتي هنا وتجيب الفيلوسيتي هنا زي ما انت عايز بقى. فك الاول باور 2 ادلعك اكس باور 2، التاني باور 2 ب4، ده تايمز ده تايمز 2 ب4 اكس، ده زي ما هو اكس باور 2، 100 على 4 ب25 في 2 ب50. اكس باور 2 بالبوزيتيف لو جت الناحيه دي بالنيجاتيف ضيعت دي. هيبقى عندك هنا في 4 اكس هتساوي ال50 على وضعها، والاربعايه دي هتروح بعكس اشارتها. يبقى ال4 اكس بتساوي 46. يبقى الاكسايه هتساوي 46 divided by 4. يعني الكلام بتاعك بيساوي 46 اوفر 4 هنقول 23 23 23 يبقى 11 ونص. مش كده برضه ولا ايه؟ 11 ونص. مش كده ولا ايه؟ 46 اوفر 4. دماغي بقى ايه وقفت اهو. 46 divided by 4 بيساوي ديسيمال 11 ونص. 11 ونص شباب، الاكس ب 11 ونص يبقى الفي اللي هي اكس بلس 2 يعني 11 ونص زائد الاتنين يدي لك 13 ونص. طبعا متر بير سكند. خلص الكلام. which choice رقم دي. تعالى رقم 22 بيقول لك ايه؟ A car starts its motion from rest. اشتغل على طول على طول، يبقى ال V initial بزيرو. ترجم. at A and moves in a straight line with uniform acceleration for 20 seconds. ده هيبتدي يعك. يبقى انا عندي هنا نقطة اسمها يا ولاد A. كانت الانيشال فيلوسيتي عند ال A بتساوي 0. and moves in a straight line with uniform acceleration for 20 seconds. يبقى التايم ب20 seconds. say وصل لنقطة اسمها B till it reaches the point B. If the speed of the car at B is 30 meter per second. السرعة هنا عند البي بتساوي كام يا باشا؟ معلش 30 متر بير سكند. 30 متر بير سكند. Then the speed of the car at point C approximately لكام؟ C. Where هيوصف لك بقى السي. where وبعدين خلي بالك هنا في approximation where C lies between A and B where ال AC ب 40. AC دي كده ب 40 متر. مش متر برضو ولا ايه يا جدعان؟ برنس بصوا كده، السرعة هنا كانت 0. السرعة بعد 20 ثانية بقت 30. حصل تغير في سرعة وعندك زمن التغيير طب ما انت ينفع تجيب الاكسلريشن. يبقى الاكسلريشن 30 ماينس 0 يعني 30 على زمن التغيير 20 بيساوي 3 على 2 يعني 1.5. اليونت متر بير سكند سكويرد. دي الاكسلريشن. ادرس بقى الحركه من الاي تو السي وانسى السؤال خالص. عندك في انيشال بتساوي 0. عندك اكسلريشن ب1.5. عندك مسافه بتساوي 40. عايز ايه؟ هو كان عايز السرعه مش كده؟ speed the car at the point C. عايز السرعة عند السي، يعني عايز الفي عند السي. في سي
بتساوي كام؟ بس كده؟ والله العظيم بس كده. في انيشيال موجود والاي موجود والاس موجود وعاوز سرعه نهائيه. طب بقول لك ايه؟ الفي سكوارد ايكوال في نوت سكوارد بلس الاثنين اي اس. يبقى الفي عند السي اللي هي الفي النهائيه بالنسبه للمرحله اللي انا عايزها بتساوي في انيشيال بزيرو زائد 2 اكسلريشن بواحد ونص، الاس بتاعتنا ب 40، يبقى الفي سكوارد ايكوال 2 في واحد ونص ب 3 في 40 ب 120. يبقى الفي بتساوي سكوير روت اوف 120. مش عارف، سكوير روت اوف 120 بيساوي approximately ل 10.95 approximated لكام؟ 0.9. طب ال 9 ده تجبر للايه؟ الزيرو يبقى 1 يبقى approximate to كام؟ to 11. which choice رقم B؟ ده هو عاوز approximation. تمام. رقم 23. A ball is projected horizontally. كورة هدفناها كده. In the opposite direction of wind. ماشي. With initial speed V نوت ب 15. ماشي. كورة هدفناها بإنيشيال 15 في وش الريح. جميل. سنتيمتر بير سكند. سنتيمتر بير سكند. تمام؟ تمام. It moved with uniform deceleration 5 سنتيمتر بير سكند سكويرد. يبقى الاكسلريشن بنيجاتيف 5 سنتيمتر بير سكند سكويرد في وش الريح. وبعدين قال لك deceleration كده يعني. Then the total distance that the ball covered in 5 seconds is. total distance لما التايم بيساوي 5 ثواني. خلي بالكم السؤال ده قليل الادب، وديني وما اعبد السؤال ده قليل الادب. ما انا مش عارف بعد 5 ثواني الكوره هتوصل للماكسيمم ديستانس وبعدين ترجع تاني ولا لا. هو لو كان عايز توتال ديسبيسمنت كنت عوضته وخلاص، لكن هو عاوز لو كان عايز توتال ديسبيسمنت كانت خلصت. لكن كلمه توتال ديستانس مجموع المسافات سواء رايح او جاي، يعني لو رايح كذا راجع كذا بجمعهم. عارفين انا هعمل ايه؟ الكره اتحدفت وصلت وات ايفر كان، تمام؟ الكره لما اجي احدفها في وش الهواء هتفضل تقاوم الهواء، تقاوم لغايه ما يجي لها حد تقف وبعدين تيجي ايه؟ ترجع تاني مع اتجاه الرياح. فلو انا قلت بدايه الحركه بتاعتنا من الايه مثلا لغايه البي، دي ماكسيمم ديستانس. السرعه عند الماكسيمم ديستانس بتساوي كام يا جماعه؟ بتساوي 0. تمام؟ تمام. عندك في انيشيال وعندك في وعندك اكسلريشن وملكش دعوه بالتايم ده دلوقتي. انا عايز احسب زمن الوصول للماكسيمم ديستانس. انا عاوز احسب زمن الوصول للماكسيمم ديستانس. يبقى لو قلت ان الفي بتساوي في انيشيال بلس الاي تي، هنا 0. الفي انيشيال ب 15، اكسلريشن بالماينس 5 تي، اللي حسبته لقيته. ده هيجي الناحيه الثانيه ب 5 تي بيساوي 15، يبقى التايم
15 على 5 يدي لك 3 ثواني. زمن الوصول للماكسيمم ديستانس لما السرعة النهائية بزيرو هو كام ثانية؟ 3. الكرة هترتد تاني، هتيجي من هنا وتمشي كمان شوية، هتمشي من البي سي لنقطة ولتكن اسمها سي. السرعة هنا كام يا مستر؟ هتبتدي السرعة بتاعتها بتساوي 0. طب السرعة هنا بكام يا مستر؟ لا أنا معرفش، بس الأكسلريشن واحدة. طب والتايم ده عايزه قد إيه؟ عايزه 2. اشمعنى؟ لأن هو عاوز زمن 5 ثواني، فهي هتروح في 3 وعاوز كمان ثانيتين عشان أجمع المسافات كلها. طيب مبدئيا أنا عرفت إن التايم ب3 محتاج المسافة دي بتساوي كام؟ يبقى لما أجي أدرس لك الحركة من ال A لل B قصة، يبقى من ال A to ال B عايز أجيب المسافة يا مستر. عناية يا باشا. هات إن ال S بتساوي V نوت T بلس هاف AT سكويرد. تعوض عن قيمة التايم ب3 لأن زمن الوصول من نقطة البداية للنقطة اللي اسمها ماكسيمم ديستانس بيساوي 3 ثواني اللي هو المرواح. الفي انيشيال ب15، التايم ب3، وبعدين ماينس الاكسلريشن ب5، يبقى 5 على الاتنين تايم باور 2 يعني 9. يعني الكلام بتاعنا بيساوي دول مع بعض ب45 ماينس 45 على الاتنين، يعني يدينا 45 على الاتنين تاني اللي هي 22.5. دي مسافة المرواح في 3 ثواني. طب ثانيتين 2. تعالى انا هدرس لك بقى الحركة من البي للسي. طب الفي هنا بكام؟ ب0. طب والتايم بكام؟ ب2. طب والاكسلريشن ثابتة، محتاج اس، يبقى الاس برضو بتساوي في نوت تي بلس هاف اي تي سكويرد. الفي نوت بكام؟ ب0، وبعدين الاكسلريشن بنيجاتيف 5 على الاتنين تايمز التايم ثانيتين في 2 ب4، يبقى الاس بتاعتنا هتساوي مين يا باشمهندس؟ خلي بالك الاكسلريشن وهي راجعه هتبقى بالبلس مش هتبقى بالماينس. يبقى 5 على الاتنين في 4 يبقى 4 على الاتنين ب2 في 5 ب10. يبقى توتال ديستانس هتساوي المسافة الأولانية دي ب22 والمسافة التانية دي بتساوي كام يا جماعة؟ 10، يبقى 32.5 متر. دي توتال ديستانس خلال 5 ثواني. مسألة مش سهلة خلي بالك. الكرة حدفناها في وش هوا بسرعة انيشال 15 واكسلريشن بكذا. عاوز التوتال ديستانس مش توتال ديسبيسمنت، توتال ديستانس بعد 5 ثواني. طب انا مش عارف ال5 ثواني دول لسه هي رايحة ما وصلتش للماكسيمم ديستانس، ولا ال5 ثواني دول هيقضوها وهي رايحة وكمان وهي ايه؟ وهي جاية. فقمت جايب زمن الوصول للماكسيمم ديستانس لقيته ب3 واللي حسبته لقيته رايح في 3. هحسب المسافة بتاعتها وعاوز مسافة 2 ثانية كمان في الرجوع. طب الاكسلريشن كده بالنيجاتيف، يبقى الاكسلريشن كده بالايه؟ بالبوزيتيف عكس الاتجاه. عشان كده عوضت عنها بالايه؟ بالبلس. لقيت المسافة وهي رايحة لغاية الماكسيمم ديستانس ب22.5، قمت جاي حاسب الحتة دي. وطبعا السرعة هنا ب0 فالسرعة هنا برضو ب0. طب وهنا خلاص مفيش مشكلة، الاساية بتساوي في نوت تي بلس هاف اي تي باور 2. الموضوع انتهى خلاص. بجمع ده زائد ده لأن كلمة ديستانس مجموع المسافات بصرف النظر عن الاتجاهات. 32.5 يا باشا. which choice C. طيب
سؤال رقم 24 بيقول لك a bus is moving in a straight road between two stations. The distance between them is 1 kilometer. ماشي. If it begins motion at rest from the first station with uniform acceleration of magnitude 1.5 meter per second till its speed becomes 15 meter per second. Then it moves by this velocity for a distance. Then it moves with uniform deceleration of magnitude 1 meter per second squared to stop in the next station. Then the covered distance with uniform velocity equal كام؟ حدوته وانت لازم تفهم معناها. اتوبيس بيتحرك من محطة لمحطة، البعد بين المحطة دي للمحطة دي 1 كيلومتر. الاتوبيس هيتحرك بانيشال فيلوسيتي 0، هيقعد يزود سرعته يزود سرعته يزود سرعته لغاية ما توصل لحد معين، وبعدين يمشي بالسرعة دي شوية، وبعدين بعد ما يمشي شوية يبتدي يقلل سرعته، يقلل 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 لغاية ما يوصل برضه للزيرو تاني عشان يقف في المحطة التانية. فهو عاوز المسافة اللي مشي بيها بيونيفورم فيلوسيتي ديت بتساوي قد ايه؟ بس خلاص. اقول لك على حاجة كويسة؟ عارفين الليلة عاملة ازاي؟ دي الفيرست ستيشن. الاتوبيس هيبتدي يزود سرعته وبعدين يمشي بيونيفورم فيلوسيتي، وبعدين هيبتدي يقلل سرعته لغايه ما يقف في المحطه الثانيه. ده الموضوع كله. طيب لو انا سميت النقطه ديت A وسميت النقطه دي نقطه B وسميت النقطه دي نقطه C وسميت النقطه ديت نقطه D، حلو؟ ماشي يا مستر، انت هتقول حاجه وحشه؟ يلا انت عمال تقول من الصبح. يلا اهو دي المسافه بين المحطتين. المسافه بين المحطتين اللي هي بتساوي كام؟ 1 كيلومتر. 1 كيلومتر هو الشغله متر 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 ثانيه واحده. 1 كيلومتر متر بير سكند متر بير سكند متر بير سكند، يبقى الكلام كله بالمتر. يبقى ده كده كل دي ب1000 متر. ادي 1000 متر. طيب الفي هنا انيشال بتساوي 0، وطبعا الفي هنا بتساوي 0. الحته دي ماشي باكسلريشن والحته دي ماشي بديسلريشن والحته دي ماشي بيونيفورم فيلوسيتي. هو عاوز المسافه اللي مشي بيها مسافه في اليونيفورم فيلوسيتي. يلا بينا نحط بقى ايه المعلومات بتاعتنا. The distance between them 1 kilometer if it begins motion at rest from the first station with uniform acceleration 1.5 meter per second squared. انا هدرس لك الحركه الاول من ال A to ال B. الاكسلريشن هنا ب1.5، مظبوط؟ till its speed becomes 15 meter per second. يبقى السرعه هنا 15 متر بير سكند، مظبوط؟ تمام. يبقى انا عندي السرعه هنا 15 متر بير سكند. انا محتاج المسافيه دي. طب عندك انيشال وعندك فاينل وعندك اكسلريشن ومحتاج مسافه. طب ايه رايك لو قلت لي ان الفي سكوارد بتساوي في نوت سكوارد بلس الاتنين اي اس؟ يلا بينا يا باشمهندس. الفيهايه ب 15 للباور 2 ب 225، انيشال بزيرو، اكسلريشن ب1.5 في 2 يدي لك 3 اس.
يبقى القسايه دي ب 225 اقسمهم لي على الثلاثه يعني يدي لك 75 متر. يبقى البعد ما بين الاي للبي بيساوي كام؟ 75 متر. قول لي ماشي. السرعه دي سرعه ثابته. طب المفروض ان السرعه هنا برضه هتساوي كام؟ 15. مظبوط يا مستر؟ مظبوط يا حبيبي. والسرعه هنا بتساوي كام؟ بتساوي 0. طب انا محتاج يا مستر الحبه دول. عايز الحبه دول؟ عينيا. يبقى انا هدرس لك الحركه من السي للدي. من السي تو الدي. عندك انيشال ب 15 وفاينل بزيرو. طب هو كان شغال بديسيلريشن بقى مقدارها كام؟ till its speed 15 then it moves this velocity for a distance then it moves with uniform deceleration of magnitude 1. يبقى معنى كده ان الديسيلريشن بتاعتك هنا بتساوي 1. يبقى برضه هتقول لي ان الفي سكوارد ايكوال في نوت سكوارد بلس الاتنين اي اس. في بزيرو، الفي انيشال ب 15 الباور 2 ب 225. ديسيلريشن يبقى ماينس 2 في 1 ب 2 اس. يبقى ال 2 اس بيساوي 225. يبقى القسايه ب 225 divided by 2. يبقى الكلام بتاعك بيساوي 200 يبقى 112 ونص متر طبعا. قول لي ماشي. يبقى المسافة ما بين ال A لل B ب 75 متر. والمسافة ما بين ال C لل D يعني هنا وبيعلي سرعته مشي 75 متر وبعدين مشي بسرعة ثابتة وبعدين قلل سرعته عشان يقف في المحطة التانية. طب المسافة اللي بيقلل فيها سرعته كانت كام؟ 112.5 متر. مجموع المسافتين من ال1000 عشان تجيب المسافة اللي مشي بيها بسرعة ثابتة. يبقى الديستانس من البي، يبقى انا هقول لك دلوقتي من البي تو سي وده الريكوايرد اللي هو عايزه. يبقى البي سي كمسافة بتساوي ال1000 اللي هو طول الطريق ما بين المحطتين ماينس المسافة الأولانية 75 زائد المسافة الثانية اللي هي 112 ونص. يبقى الكلام بتاعنا ده بيساوي ادي 1000 ماينس 75 زائد 112 ونص يديلنا كذا. طيب بالمرة بقى ماينس ال1000 وخلاص يديلنا بالديسيمال 812 ونص. يبقى البي سي 812 ونص وشكرا. المسافة اللي هيمشي بيها بسرعة منتظمة 812 ونص متر. 812 ونص متر. اتش تشايس رقم الدي. تعالى لي في سؤال 25 in the opposite figure the acceleration A equal كام متر بير سكند؟ ثانية واحدة. احنا كنا متفقين ان الاكس اكسس ريبريزنتنج للتايم والواي اكسس ريبريزنتنج للفيلوسيتي يبقى ده اسمه فيلوسيتي تايم جراف. لو جبت السلوب بتاع الفيلوسيتي تايم جراف تجيب الاكسلريشن. اي حاجه بقى، اختار لك اي نقطتين وهات السلوب بينهم. هات النقطتين بس يكونوا ايه؟ ولاد حلال كده تبقى انت متاكد منهم. انا شايف ان هي دي جميله خالص. بقول لك ايه؟ ما تاخد النقطه دي. هي النقطه دي الاكس فيها بزيرو والواي فيها بخمسة. عادي يعني. اي نقطه ثانيه على فكره عادي. خد النقطه دي براحتي على فكره. الاكس فيها ب3 والواي فيها ب2 وهات السلوب. السلوب
بتاع الفيلوسيتي تايم جراف يدي لك اكسلريشن. طب فرق وايات او فرق اكسات، وخلي بالك نقطة تانية ماينس نقطة أولى، مش نقطة أولى ماينس نقطة تانية. يبقى هتقول لي هنا 2 ماينس 5 اوفر 3 ماينس 0، يبقى نيجاتيف 3 على 3، يبقى الاكسلريشن بالنيجاتيف. وده كلام واضح لأن السرعة متناقصة مع مرور الزمن. لما كانت السرعة بزيرو، لما كان الزمن بزيرو السرعة بخمسة، لما كان الزمن بواحد السرعة بأربعة، لما الزمن باتنين السرعة بتلاتة. يبقى إذا السرعة بتقل، يبقى عشان كده الأكسلريشن بالنيجاتيف، نيجاتيف 1 which تشويس رقم الدي. سؤال رقم 26. A car is standing 200 meters behind the bus which is also at rest. يعني في عربية وفي أتوبيس هما الاتنين واقفين، المسافة اللي بينهم ب 200 متر. The two cars اللي هي العربية والباص يعني start moving at the same instant، يعني في نفس اللحظة but with different words acceleration. The bus has acceleration 2 meter per second squared and the car has acceleration 4 meter per second squared. The car will catch up with the bus after a time كام؟ أنا عملت كده، قلت إن العربية في حالة ريست والباص في حالة ريست. الكار هتمشي بأكسلريشن 4 متر بير سكند سكوارد، والباص ماشي ب 2 متر بير سكند سكوارد. العربية ورا الباص المسافة اللي بينهم ب 200 متر. بيقول لي امتى العربية، طبعا الاتجاه بتاعنا كده، امتى العربية هتلحق الباص توصل له؟ هقول لك على حاجة، بعد شوية العربية اهي والباص اهو. قول لي ماشي. في اللحظة دي يا شباب المسافة اللي هتمشيها العربية شوية دول، والمسافة اللي هتمشيها أو اللي هيمشيها الباص الحبة دول. طب المسافة اللي هتمشيها العربية هسميها لك اس سي، والمسافة اللي هيمشيها الباص هسميها لك اس بي. يبقى الاس سي ماينس اس بي يدي لك اصل المسافه اللي كانت ما بينهم. يبقى الاس سي ماينس اس بي بيساوي ال 200. اس سي بالنسبه للعربيه الاس بتساوي في نوت تي بلس هاف اي تي سكوارد. ده بالنسبه للعربيه. العربيه يبقى الاكسلريشن بتاعت الكار ماينس افتح براكت الاس بي في نوت تي بلس هاف اي تي سكوارد. الاكسلريشن بتاعت الباص يبقى بي. الكلام ده بيساوي الاس سي ماينس الاس بي يدي لي اصل المسافه اللي كانت ما بينهم اللي هي 200. في انيشال بتاعت العربيه بزيرو، في انيشال بالنسبه للباص بزيرو. بالتعويض عن قيمه الاكسلريشن بتاعت الكار اللي هي ب4، 4 على الاثنين يدي لك 2 تايم باور 2 ماينس الزمن. طبعا هو واحد، لان الزمن اللي هتمشيه العربيه هو نفس الزمن اللي هيمشيه الاتوبيس عشان يتقابلوا مع بعض، فعشان كده ما قلتش تي سي بقى وتي بي. طب الاكسلريشن بتاعت الباص ب 2 على الاثنين فيها الواحد يبقى ماينس تي سكوارد. الكلام ده بيساوي كام يا بهوات؟ 200. 2 ماينس 1 يدي لك تي سكوارد بيساوي 200. يبقى التي بيساوي سكوير روت اوف ال 200 اللي هو بيساوي 10
روت 2. وطبعا اليونت بتاعتنا يا جماعه سكند، يعني بعد 10 ثواني روت 2 ثانيه العربيه تلحق الاتوبيس. ايه العظمه دي يا ولاد؟ ده احنا في عظمه، احنا في عظمه. رقم 27 تعالى. بيقول لي the given figure represent a curve of velocity time graph for a particle moves in a straight line from the origin point then the distance covered by the particle from the origin point after 2 seconds from starting motion equal كام؟ 2 seconds. عايزك تستقرئ الجراف. هو لما التايم بيساوي 0 ساعتها انت بتجيب حاجه اسمها في نوت. لما التايم ب0 السرعه بتريبريزنت لده، يبقى السرعه ساعتها بتساوي 0، يبقى الفي انيشيال ب0 لما التايم ب0. بعد ثانيتين يعني لما التايم بيساوي 2 السرعه كانت ب4، يبقى الفاينل فيلوسيتي بتساوي 4. عندك في نوت وعندك تي وعندك في وعاوز الاس، يبقى الاس بتساوي في نوت بلس الفي ديفايدد 2 تايمز التايم. في انيشال ب0، في فاينل ب4 ديفايد باي 2 تايمز التايم ب2. 4 على 2 ب2 في 2 ب4، واليونت بتاعتنا سكند متر متر. يبقى المسافه اللي يمشيها الجسم 4 متر، which choice رقم مين يا شباب؟ رقم دي. ثانك